خلينا نرجع بيكم لأولمبياد لوس أنجلوس سنة 1984 لما كان عاندنا بطل مصري اسمه محمد رشوان. كان بيكسب الكل في الجودو وبيطير في الماتشات واحدة ورا التانية لحد ما وصل للنهائي، والكل كان بيقول ده جايب الدهب جايبه، الجمهور بيهتف، التلفزيون بينقل مباشر، ومصر كلها واقفة على رجل. بس فجأة بدأ الماتش وابتدى يحصل حاجة غريبة قوي. رشوان بيلعب ضد أقوى بطل في العالم الياباني ياماشيتا، بس ما بيضربهوش في رجله الشمال رغم ان رجله دي كانت باينة انها مصابة، والمدرب بيزعجله اضربه في رجله الشمال، بس رشوان رفض. وبسبب كده يا سيدي رشوان خسر الماتش. بعد الماتش الصحفيين هجموا عليه، ليه ما نفذتش كلام مدربك؟ ليه ضيعت الذهب؟ رد رشوان بكل هدوء ورجولة: انا عرفت ان ياماشيتا عنده قطع في الرباط الداخلي لركبته الشمال وما قدرتش اضربه في اصابته، حتى لو ده معناه اني اخسر الميدالية. ديني بيرفض اني اضر حد علشان شهرة او ميدالية. الناس كلها وقفت تسقف له، مش عشان خسر لكن علشان كسب احترام العالم كله. اليونسكو كرمته، اليابان استقبلته كملك واخد ميدالية فخرية. رشوان اثبت للعالم ان البطولة مش دايما في الذهب، البطولة الحقيقية في المبادئ. شاركوا الفيديو لو القصة لمست قلبكم، واكتبوا لنا في الكومنتات لو كنت مكانه كنت هتعمل ايه. بس كده يا سيدي، سلام.